يعني أنا كنت لما أكتب ذاك الوقت كانوا بعض الشعراء يحاربوني، يقولون هذا مو مالت القصايد، يكتب له الشاعر الفلاني، أصلا هذا مو مالته. هو هذا سلبي، بس خلتني أصدق إنه أنا خوش شاعر، لأن يخلوني يساووني ويا فلان شاعر، شيء جيد. يوم من الأيام شاعر من الكاظمية معروف جدا قال لي أقول لك أنت صدق شاعر؟ خل أفتي، لأن ذي يحسون علي قدامي وأنا ما أدري أدافع عنك لو لا. فإحنا بالسبعينات كنا شلون نرتب أمورنا، يعني ملبسنا كذا، يعني أحب هاي العوالم. يعني أشوف الشعراء ذاك الوقت لا، مثلا جقارته ويقعد يشرب القهوة ويقعد هو يعني صعلكة إي يعني صعلوك وكذا. فهي الصعلكة راحت بالجاهلية، هو يستعملها مثلا بهالسنين اللي راحت. فالحاصل قال لي أنت يعني، قلت له طبعا شاعر. قال لي أريد منك تكتب لي قصيدة. الشاعر اللي أنا متهم أنه يكتب لي بكربلاء، وهذا يدري بي بكربلاء، رايح يزور ليلة الجمعة. فقال لي أنا باكر الصبح أجي عليك ونروح ناكل باقلة ودهن يم فلان، بس القصيدة تكون كاملة. فجبت له قصيدة لحد الآن تقرأ. هالسنة رادود الكاظمية الأخ من الأخضير قراها، فسمعت قالوا له كل سنة لازم تقراها، اللي هي ليلة بالخيمة حزينة شبيها. شاعر صغير طفل متهم انه مو هو يكتب، ويروح عليه شاعر كبير ويقول له اريدك تكتب لي. يمتحني هو الرجل. هو ورا الامتحان انا بس رحت للبيت ورا يمكن ساعة هي كملت القصيدة. الله. اي بس مو ما ذاك الوقت ما عندنا مال التليفون بقول له الو كملت، خلي انا على موعد الصبح. الصدق من قرأت لي قام يبكي، اللي هي قلت لك ليلة بالخيمة حزينة شبيها، حسين لو الأكبر يعز عليها. شبيها ليلة اللي ودعت أول شباب، علي الأكبر من بعد جمع الأصحاب، خايفة على الولد من طعن الإحراب، تريده من الحرب يرجع ليها. شبيها ليلة مقابلة وجه الحسين. هذه باللحظات اللي كانت تنظر إلى وجه الحسين ويعكس الموقف مال الأكبر. أنا التقطت هاي الصورة بهالدقائق. يعني شبيها ليلة مقابلة وجه الحسين، نادي اخبرني عن ابني صار وين، وابو اليمة على الحرب شابح العين، قومي يا ليلة ندعي ناديها. طبت الخيمتها محزونة اهتفت، حرة يا رب ليك بالله علفت. هالغريبة بدمعة الغربة ذرفت، وقسمة على الله بصبر واليها. يا إله اليد الأكبر ردلي، جاه صبر حسين وغربة هلي. مثل رجعة يوسف رجع لي علي، جروح قلبي بشوفته يداويها. طلعت من الخيمة محزونة قلب، تنهض وتعثر وماخذها الرعب، لن تشوف الولد رد من الحرب، بفرحة المنتصر متعنيها. نادته أدريك ملهوف رجعت، تريد تتوادع عقب ما ودعت. أمه كان وبدماغك تبرعت، روح يا ابن ركبتك ضحيها. يا العزيز حسين من عندك أعز، لكن عن صبر الصبر عيا وعجز. حين لك بالحومة بن غانم برز، صاح شدة وصار الأكبر بيها. روح صبر لي أبوك وأمنا، واطلع الحومتك وامرح بالمنى. مثلي كم حرة بولدها مدوهنة، ويجي ليها حسين ويواسيها. حق أبوك الدمع من دم يذرفه، صاح عقبك يا ابني عالدنيا العفا. حيث بيك يشوف جد المصطفى، وانت لو صاف النبي حاويها. اتعنى الأكبر اللي حسين يودعه، يصبر الفقدة وينشف مدمعه. عقب ما ودعت عنا المصرعة، ساعة لأن الجثة موذريها. قرأت اليا أبو حسين، قرأت اليا باسني من راسي. قال لي حكاية ما يصير أقولها يعني، بس ذاك الوقت يعني قال لي جابر يجي يوم صرت أشعر الموجودين. فعلا. لا العفو، يعني بدي أنقلها يعني. فعلا لا يعني هذا تواضع منك. هذا السالفة أبو حسين بال76 يعني قديمة كلش. وقراها نفسه سيد مرتضى. سيد مرتضى ليش ذكره؟ لأن سيد مرتضى النواة الأولى اللي هو قام يقرأ لي قصائد، ويعني أنا أعتبره فضل. يعني أنا الحقيقة اللي يسقيني قلاص مي ما أنساه. هو قرأ لي قصائد في وقت اللي أنا كنت يعني شاب صغير.
فاذا تقول له ليش قريتني، يقول لك لا مو هو كان شاعر قوي. يديمك. الله يحفظه يديمك. ويحفظك استاذ علي. انا فرحان جدا بالحديث معك، انا فرحان جدا لان انت فنان كبير وعزيز وتتذوق الاشياء الفنيه، سواء كانت شعر او نثر او رسم او كل هاي الفنون، لان انت واحد منها يعني. وهذه شهاده اعتز لا بها. بالعكس، اليوم انا التقي بيك يا حبيبي واخي أخوي الكبير عزيزي. واحنا تربينا قصه، احنا يعني هي مو خصه